في الفيديو ده هنتكلم عن الاكزوست سيستم او نظام العادم. ده نظام العادم بالكامل من اوله لاخره، هنعرف كل واحدة على حدة ووظيفتها ايه. اول حاجة عندنا الموتور الانجن، ده مصدر العادم بعد ما البنزين بيتحرق جوه السلندرات. تاني حاجة عندنا المانيفولد العادم اللي بيجمع العادم من كل السلندرات بعد عملية الاحتراق. غازات العادم بتطلع من غرف الاحتراق عن طريق صمام العادم وبتروح على مانيفولد السحب. مانيفولد السحب بيجمع غازات العادم من كل السلندرات وبيوجههم في ماسورة واحدة. بعد كده غازات العادم بتروح على علبة البيئة، ودي اللي هنعرف دورها بالتفصيل. اللي قبل علبة البيئة ده حساس الشكمان أو بتسميه أكسجين سنسور أو لمبادة. غازات العادم اللي داخل الكاتاليتيك كونفرتر أو علبة البيئة بتبقى عبارة عن أكاسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون، هيدروكربونات. هنعرف إيه اللي موجود جوه علبة البيئة بالتفصيل. علبة البيئة بيبقى فيها 2 بلوك سيراميك. السيراميك ده شكله زي خلية النحل علشان العادم يعدي بسهولة ويعمل تفاعل كويس. العادم بيدخل البلوك الأول اللي بيبقى مغطى بالبلاتين والريديوم. دور بلوك السيراميك الأول إنه هو بيحول أكاسيد النيتروجين إلى أكسجين ونيتروجين، ودي أول مرحلة تنقية. بعد كده العادم بيعدي على بلوك السيراميك التاني، وده اللي بيبقى مغطى بالبلاتين والبلاديوم، بيبقى فيه قنوات دقيقة جدا المايكرودكتس العادم بيعدي جواه. الغازات المتدفقة في المايكرودكتس أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات، بالإضافة إلى النيتروجين والأكسجين اللي اتفككت في بلوك السيراميك الأول. بداخل المايكرودكتس بتاعة السيراميك التاني بيحصل تفاعل سريع جدا بينتج عنه تحويل أول أكسيد الكربون إلى ثاني أكسيد الكربون، وتحويل الهيدروكربونات إلى ثاني أكسيد كربون ومية. العادم بيطلع أنظف وأقل ضررا بعد هذه المرحلة. السؤال المهم، ليه المعادن دي غالية؟ أولا لأنها محفزات كاتاليستس، ثانيا ما بتتحرقش ولا بتستهلك، ثالثا بتسرع التفاعل الكيميائي بس، وعشان كده علبة البيئة سعرها عالي وفي ناس بتسرقها. في ناس بتقول على السيراميك انه فحم، ودي معلومة غلط. بعد ما تم تنقية غازات العادم وتفككه إلى ثاني أكسيد كربون ونيتروجين ومية، بيعدي على حساس الأكسجين التاني. الغازات دي بيبقى ليها أمواج صوتية جاية من الموتور، فهنا يجي دور المفلر اللي هو الكاتم أو الفرد. الكاتم بيعمل على كتم صوت العادم فقط، فلو اتسد بيعمل كتمة. لو العربية عندك مكتومة وصوتها طبيعي، راجع الفرن قبل ما تتهم الموتور. وفي النهاية العوادم بتطلع عن طريق شكمان العربية، وبكده يبقى خلصنا نظام العادم.